قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. في محل ملابس راقي في منطقة راقية، كانت واقفة سلمى عند أوضة تبديل الملابس وبترتب المكان، وفجأة حست بحد قريب منها جدا. لفت بسرعة ولقت يوسف وراها وعامل نفسه بيعلق تيشيرت، وقرب منها أكتر. غمضت عينيها بعصبية واتحركت من مكانها. في حاجة يا أستاذ يوسف؟ ولا حاجة، كنت بمر وبشوف الأوضاع وكل حاجة مترتبة ولا لأ. عن إذنك يا أستاذ يوسف. على فين؟ أنا لسه مخلصتش كلامي. سلمى بعصبية وهي عارفة هو عايز يقول لها إيه. أفندم. ومشيت وسابته، ويوسف فضل باصص عليها بزعل. هو بيحبها من أول مرة شافها فيها، بس هي مش بتحبه ولا بتديله فرصة يتكلم معاها. بعد شوية يوسف كان قاعد سرحان على مكتبه، ودخلت عليها دير وهي مستغلية ان مفيش حد قريب منه، وقربت عليه بدلع وحطت ايديها على كتفه. اللي واخد عقلك يا استاذ يوسف؟ يوسف بصلها وهو سرحان. عايزة ايه يا دير؟ انا بس شفتك سرحان ومتضايق كده، شوف مال. وقربت منه وقعدت على طرف المكتب قصاده. قومي يا هدير، بدل ما تجيبلنا الكلام لو حد شاف. هدير وهي بتمسك ايديه وبتحطها على رجليها. ما تقلقش، جابر في المخزن وسلمى بتظبط الباترينا بره. مفيش غير انا وانت في المحل. وخلصت كلمتها دي وهي بتغمز. يوسف بزهق. عايزة ايه يا هدير؟ انجزي، انا مش فايقلك على فكرة. في ايه يا يوسف؟ وحشتين الله، وانت بقالك فترة مطنش، وانت مش زي الاول. وبعدين قطع كلامها لما لقت يوسف مش مركز معاها، وقامت وقفت بعصبية وهي بتقول انا مش بكلمك ولا ايه؟ عينك مش عايزة تفرقها ليه؟ مش فاهم قصدك ايه؟ قصدي الست سلمى اللي من ساعة ما شرفت وانت مش مظبوط ومتغير، وعلى طول سرحان وعينيك مش بتفرقها، ولازق لها كده مش عارفة على ايه. ده حتى مسلوعة. قاطع كلامها يوسف وهو بيخبط بايديه على المكتب. هدير، لمي نفسك وكفاية كده بقى، ويلا روحي شوفي شغل وبطلي العطلة اللي بتعمليها دي. هدير مشيت من قدامه وهي بتتكلم بصوت واطي. والله لو اوريكي يا سلمى، استني عليا بقى، انا يزعقلي بسببك انتي؟ ماشي. وفي اخر اليوم في اوضة تبديل الملابس، كانت سلمى بتغير هدومها علشان تمشي، وبعدين خرجت من الأوضة. وهي خارجة من المحل رن جرس الإنذار عند البواب، وده لفت نظر الكل لسلمى. وهي وقفت فجأة أول ما سمعت جرس الإنذار، وكانت مستغربة جدا، ومن الصدمة معرفتش تتحرك، وفاقت من الصدمة دي على صوت حد بينادي عليها. استني عندك يا أنسة. لفت سلمى للشخص اللي كان بينادي عليها ده. هو كان شاب جميل جدا وطويل، وواضح عليه إن هو رياضي. أفندم، ممكن تفتحي شنطتك لو سمحتي؟ يوسف بسرعة. حضرتك دي سلمى، لسه متعينة جديدة هنا، وأكيد الجهاز فيه حاجة غلط. هنعرف دلوقتي الغلط فين. وكرر سؤاله مرة تانية. افتحي الشنطة يا أنسة لو سمحتي. سلمى بخوف وإيديها بتترعش فتحت الشنطة وقلبتها على ترابيزة المكتب، وفجأة وقعت بلوزة من شنطتها. بصت له بصدمة هي ويوسف، بس علي أول ما شافها عينيه احمرت بعصبية. هي ايه دي؟ انتي ازاي تعملي كده؟ انتي حرامية ولازم أبلغ عنك. دي جزات إننا عيناكي عندنا؟ دي مناظر ما تتعينش عندنا. قطع كلامه يوسف. أستاذ علي، أكيد في حاجة غلط. أنسة سلمى مستحيل تعمل كده، هي معانا من فترة. أي نعم هي قليلة مش كتير، بس احنا مشوفناش منها غير كل احترام وأخلاق. صدقني يا أستاذ علي في حاجة غلط. كلكوا هنا من ساعة ما بابا الله يرحمه كان موجود وماسكين المحل، عمر ما صدر منكوا حاجة. وهي اللي جديدة هنا وأنا أصلا ما كنتش ناوي أعينها لولا ضغطك عليا. دي آخر إن أدخل أشكال زي دي محلي وشغل. وكان بيبص لسلمى باستحقار من فوق لتحت. سلمى وهي منهارة من العياط بسبب الظلم اللي حصل لها وكرامتها اللي اتهانت. بس حضرتك أنا ما عملتش حاجة، وفعلا ما اعرفش الحاجة دي دخلت شنطتي ازاي، بس حضرتك ممكن تخصمهم من مرتبي او باقي حسابي، وهي كده كده عندك اهي، وانا مش جاي الشغل تاني، وما اسمحلكش انك تقلل مني بالطريقة دي. وخلصت كلامها وهي بتمسح دموعها وبتاخد باقي حاجاتها وبتحطها في الشنطة، ولسه جاية تمشي وقفت على صوت عالي. استني هنا. ومسك ايديها جامد
انت فاكرة نفسك مين؟ عايزة تسرقي وتمشي كده؟ في الوقت ده اتدخل يوسف. حضرتك ممكن تهدى شوية علشان كمان سمعة المكان ما تبص. انا شايف ان اللي قالت عليه استاذة سلمى ده انسب حل للكل، مع ان الحاجة يعني ما طلعتش من المحل، وكمان تتعاقب ان هي تدفع تمنها وخلاص ترجع الشغل تاني. في الوقت ده علي بصله بعصبية. ترجع ايه تاني؟ انت بتستهبل ولا ايه يا يوسف؟ دي مش هتمشي من هنا غير على الاسم علشان تبقى عبرة لكل اللي هنا. يوسف بص بحزن عليها وجت في باله فكرة لما عينيه جت على شاشة الكمبيوتر وقال بلهفة: الكاميرات، الكاميرات يا فندم هتبين لنا لو سلمى سرقت ولا لأ. في الوقت ده اتدخلت هدير وهي بصلهم كلهم: يا جماعة لو سمحتوا، هو الموضوع زاد عن حجمه، هي خلاص تتعاقب انها تدفع تمن الحاجة، مع انها مش وش كده، بس يمكن كانت محتاجة ولا حاجة. وكملت كلامها باستهزاء على رأي المثل: اللي يستره ربه ما يفضحوش عبده. ولا ايه يا استاذ يوسف؟ صح صح، انا شايف كده، وان الله ستار رحيم، واكيد المرحوم بابا ما كانش يحب الطريقة دي في حل المواضيع، خصوصا ان هو كان راجل طيب جدا، اكيد كان هيتصرف بالطريقة دي. علي اول ما سمع سيرة بابا فكر لحظة وقال بسرعة وعصبية: امشي من وشي، ومش عايزة اشوف وشك في محل تاني، انت فاهمة؟ سلمى هزت راسها وماشي، وخدت شنطتها ومسحت دموعها، وكل ده تحت نظر هدير اللي كانت شمتانة فيها. بس يوسف لحقها وطلع يجري وراها. يوسف بعد ما وصل عند باب المول: انتي كويسة؟ انا ممكن اوصلك معايا في الطريق؟ لا مفيش داعي، وانا متشكرة انك كنت مصدقني ووقفت جنبي بجد، شكرا. لا ما تقوليش كده، انا عارف انك ما عملتيش حاجة. بصي هاتي تليفوني. سلمى باستغراب: تليفوني ليه؟ هاتي بس. وشده من ايديها وكتب رقمه عليه ورن على نفسه من تليفونها: بصي ده رقمي، لو احتجتي اي حاجة كلميني وانا هسجل رقمك عني، علشان لو لقيت شغل مناسب ليك هكلمك على طول. تمام؟ تمام، وشكرا مرة تانية ليه، مع السلامة. سلمى وهي مروحة البيت كانت سرحانة وبتفكر في النصيبة اللي كانت واقعة فيها، ومش عارفة هتعمل ايه. لازم تشوف شغل ضروري علشان تعرف تكمل مصاريف كلياتها ودراسة أختها أميرة اللي لسه عندها 10 سنين، ده غير طلبات البيت والأكل والشرب. وخدت نفس طويل بتاعها. كانت وصلت البيت وحاولت تعمل نفسها كويسة ومبسوطة علشان أختها الصغيرة ما تلاحظ. وأول ما فتحت باب البيت جريت عليها أختها أميرة وحضنتها وهي فرحانة: وحشتيني يا سلمى، انتي اتأخرتي قوي عليا النهاردة، أنا مرضتش أكل غير أما انتي تيجي علشان ناكل سوا زي كل يوم. بصت لها سلمى وهي بتبتسم وفرحانة من تصرف أختها البريء: معلش حقك عليا، الشغل كان ياما النهاردة. وقاطع كلامها صوت ضحك جارتها إيمان: شفتي البيت ولا كأني كنت معاها؟ أيوة يا عم، ما هم من لا أحباب ونسي صحاب. معلش يا إيمي، تقلت عليكي النهاردة، بس حصل كده حاجة أخرت وحاولت تغير الموضوع علشان إيمان ما تلاحظ. اوعي تكوني اتشقيت أو تعبتي إيمان. والله أبدا، أنا كنت شاطرة خالص وما عملتش حاجة، وكمان كنت بسمع الكلام. صح يا أبلة إيمان؟ صح يا عيون طنط إيمان. سلمى طلعت من شنطتها شوكولاتة الأمير: بصي بقى جبتلك ايه علشان كنتي شطورة. شكرا. وطلعت تجري على أوضتها بسرعة. ندهت عليها سلمى: راحة فين؟ هحطها في الشنطة وهاكلها بكرة في المدرسة. وسابت سلمى وإيمان وهما بيضحكوا على تصرفاتها البريئة. سلمى، أنا حاساكي مش مظبوط، في حاجة حصلت معاكي؟ سلمى بتنهيدة حكت لها كل اللي حصل معاها. أنا مش عارفة أعمل إيه، لازم ألاقي شغل بأسرع وقت، وباقي حسابي إذا كان في باقي حساب مش هيكفي حتى مصاريف أمير. ورجعت دموعها تنزل مرة تانية وتعيط بحزن وقهر: يا رب ساعدني، مش عارفة أعمل إيه يا رب. إيمان وهي بتطبطب على كتفها: اهدي يا حبيبتي بس، هو مين ممكن يعمل معاكي كده؟ وإزاي الحاجة دي توصل شنطتك؟ مش عارفة حاجة. طيب اهدي دلوقتي وقومي غيري هدوم وانا هسخنلك الاكل انتي وامير. هي ما كانتش عايزة تاكل من غيري، مع اني اتحايلت عليها كتير والله. تعبتك معايا قوي النهاردة، كفاية كده، انا هقوم اغير وناكل.
وانتي روحي علشان طنط ما تقلقش عليك. ماشي، بس هنزل اطمن عليكي الصبح. انزلي يا اختي انزلي، ما انا بقيت خلاص عواطلية عن الشغل وفاضية 24 ساعة. وبعدين وصلت ايمان لحد الباب وحضرت الاكل وندهت على اميرة علشان تاكل. وبعد ما خلصوا اكل سلمى، يلا بقى قومي اغسلي ايديكي واسنانك وعلى النوم على طول علشان المدرسة بكرة. لا، بس انا عايزة اقعد معاكي شوية، انا ملحقتش اقعد معاكي النهاردة. معلش يا اميرة قومي نامي انتي بس، وانا بكرة اللي هجيبك من المدرسة واقعد معاكي طول اليوم كمان يا ست، ولا تزعلي نفسي. قعدت اميرة تتنطط من الفرح. هيه هيه هيه. ضحكت سلمى على براءتها دي ودخلت اميرة علشان تنام. سلمى كانت بتفكر هتعمل ايه وهتصرف ازاي على البيت، ونامت من كتر التفكير. تاني يوم الصبح صحيت سلمى وحضرت سندوتشات لأميرة ولبستها ونزلتها تركب أتوبيس المدرسة، وطلعت جهزت هي كمان علشان تروح كليتها. في الكلية قابلت إيمان صاحبتها. إيمان لاحظت إن سلمى لسه مش كويسة. مالك في إيه؟ مفيش، بس لسه عايزة أطلع أدور على شغل ومش عارفة ألاقي ولا لأ. يا ستي سيبيها على الله، إن شاء الله ربنا هيفرجها. ويلا بقى علشان نلحق المحاضرة قبل ما تبدأ. دخلت أميرة وإيمان المحاضرة، وبعد ما خلصوا نده الدكتور على سلمى. سلمى، أنا عايزك تعدي عليا في مكتبي بعد نص ساعة. وسابها وماشي. الدكتور كان عايزك في إيه؟ مش عارف، بس هو قال لي عدي عليه في مكتبه بعد نص ساعة. غريبة دي. على العموم نستنى ونشوف في إيه، وأكيد خير يعني. انتي أصلا متفوقة وشاطرة، يعني مفيش خوف إن شاء الله. ولحد كده استنونا في الحلقة الجاية، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.